هل يقربني هذا من الله؟ هل هذا القول، هذا القرار، هذا الجهد سينفعني في دار الآخرة؟ أم سيزيد من أثقال الدنيا ويبعثر طاقتي فيما لا طائل منه؟ تجعله يقف متأملا في علاقاته فيختار مقربيه بعناية، من يذكره بالله ويعينه على طاعته ويبتعد عن الصحبة التي تثقل كاهله بالذنوب. تجعله يحب لقاء الله فيكون كل يومه استعدادا لذلك اللقاء بما يرضي الله، ويتخفف من كل ما يثقل خطواته نحو الجنة. تعلمه أن القبور مليئة بمن كانوا يملكون الوقت ولم يحسنوا استغلاله. فالموت ليست فكرة محبطة، واستحضارها ليس شيئا عبثيا، بل حافز للحياة، هو البوصلة التي تعيدك دائما إلى الطريق الصحيح، هو الحقيقة الوحيدة التي تضع كل شيء في مكانه المناسب، وتعريك أمام نفسك، وتضعك أمام السؤال الأهم: هل ستغادر الدنيا خفيفا أم مثقلا بما يغضب ربك؟ السلام عليكم.